بقوة في بوسعادة، وعاد إلى الديار بنقطة ثمينة تبقيه على مقربة من أصحاب المقدمة، فيما ضيع أمل بوسعادة فوزا كان في متناوله. ورغم البداية القوية للأمل، إلا أن الفعالية كانت من الشبيبة التي تمكنت من الوصول إلى شباك الحارس قاحة برأسية صديقة من المدافع غمراني في الدقيقة 13. هدف لم ينقص من عزيمة الذين راحوا يحاولون بكل السبل لتعديل النتيجة، لكنهم اصطدموا بالحارس خيتر الذي أبرع في رد كرة كل من تسديدة إبراهيمي وكاد بطع. ولأن الضغط يولد الانفجار، جاء الفرج لبوسعادة في الدقيقة 35 عندما تمكن المدافع بن شرقي من تعديل النتيجة بعدما استغل مخالفة منفذة بإحكام من اللاعب بطع. هدف دفع بزملاء شاشة إلى تكثيف الضغط على مرمى سكيكتا لكن بدون جدوى، وينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله. نفس السيناريو عشناه في المرحلة الثانية، أين واصل فريق أمل بوسعادة ضغطه على مرمى خيتر، ضغط كلل بضربة جزاء أعلنها الحكم بن عبد الله شاشة داخل منطقة العمليات، كان ذلك في الدقيقة 55. ضربة الجزاء تولى تنفيذها القائد بن طالب الذي ضيع أمام براعة الحارس خيتر الذي حرم الأمل من مضاعفة النتيجة. بن طالب يضيع ويطرد بعدها بالبطاقة الحمراء بعدما تلقى الإنذار الثاني، وينتهي بطعم الهزيمة لفريق أمل بوسعادة الذي ضيع نقطتين ثمينتين داخل الديار. شبيب سكيكدا سعيد ينافس هو الآخر